غرب منطقة القصيم وتحديدا في محافظة ضرية يسكن أطول رجل بالخليج، السيد فهد بن ذيب المطيري، الذي يصل طوله إلى 243 سنتيمتر. هذا الرجل يعيش حياة طبيعية ويقابل استغراب الناس وحيرتهم من طوله بروح طيبة. عايش حياة طبيعية مثل الناس، يعني متجوز، عندي أسرة، بدي أروح وأجي، ما عندي أي إشكالية من الناحية هذه. حتى بعض الأوقات طولي ينفعني مع الناس. طولي يمكن تقريبا 243 كذا. والله أخذت الدراسة يعني تدبير هناك مع أبناء العم، يعني تعود عليه وصار وضع عادي إلى أن خليته. ركوب السيارة من أصعب الأمور التي يواجهها بشكل يومي، وللمواقف المحرجة والمضحكة نصيب كذلك. والله معناها السيارات حجمها صغير وأنا طويل، فألقى صعوبة في ركوبها. لا صار أركب يعني جيب، يعني حتى بصعوبة، وأركب حتى هيلوكس بصعوبة مرتين. أذكر قبل سنوات كان فيه سيارة خلفي ووقفوني، حولت عليهم، يوم شافوني ركبوا سيارتهم هجوا. والله أكيد استوحشون، شافوا شكلي، شافوا طولي وهجوا. يتضايق من انتشار بعض الصور له والسخرية منها، ويقول أن طوله قد يكون سببا في عدم توظيفه. قبل أيام انتشر الصورة في تويتر معلق عليه تعليق يعني ساخر. هذا ما يرضيني أنا، ما يرضي الله. أي شخص ينزل صورة سخرية أو يعلق سوف أقاضيه. أنا ما عندي وظيفة حاليا ولا حصل لي وظيفة، ما أدري هل طولي أعاقني عن الوظيفة أو ما أدري مش السبب. أكيد أحتاج، أنا إنسان، عندي أطفال، عندي زوجة. يعتبر فهد المطيري كثاني أطول رجل بالعالم حاليا بعد السيد التركي سلطان كوزن الذي يصل طوله إلى 251 سنتيمتر. الMBC أحمد العثمان، ضرية.